بينما انت قاعد دلوقتي يا بشري في حرب بتقوم جواك. الحرب دي انت ممكن ما تكونش عارف عنها اي حاجة. حرب ايه يا عم الاميبا؟ انت هتقلقني ليه؟ لا لا، ما تقلقش خالص. الحرب دي غالبا انت مش هتحس بيها الا في بعض الاحيان، يعني على هيئة برد ولا حاجة. الحرب دي بتقوم بين جانبين، جانب بيحاول يحميك والجانب التاني اكيد عايز يأذيك. هو مش عايز يأذيك قوي، يعني هو كل همه انه ياكل ويتكاثر، بس هو كده بيأذيك. وخليني اطمنك يا بشري، الحرب دي انت غالبا بتكسب فيها. بس زي ما انت شايف انا قلت غالبا، وزي ما في مكسب اكيد في خسارة. بس برضو يعني الخسارة دي بتبقى بنسبة صغيرة قوي يعني، وبتحصل في بعض الاستثناءات. وهنتكلم النهاردة عن واحدة من الاستثناءات دي، وخلينا نقول يعني انها واحدة من اخطرهم. وطبعا هي النجليريا فاولري، اللي هي يعني الأميبا أكلة الدماغ. أهلا بيك يا بشري في رحلة جديدة من رحلات عمك الأميبا. النجليريا زي أي أميبا هي كائن وحيد الخلية، وطبعا هي بتعيش في أماكن كتير، بس يعني اللي يهمنا حاليا هي المياه العذبة. ودي تشمل البحيرات والأنهار ومواسير المياه، وطبعا أحواض السباحة. وكل ما تزيد نسبة المياه كل ما هتزيد نسبة الأميبا. طيب يا عم الأميبا دي كده موجودة في معظم الأماكن، طب احنا ازاي نتجنبها عشان متصابش بيها؟ والله يا بشري هي كده كده الإصابة يعني بتحصل في حالة واحدة بس، وهي إن المياه اللي فيها النجليريا تدخل جسمك عن طريق الأنف. يعني أحب أطمنك إن أنت حتى لو بلعتها إلى حد ما هتبقى في أمان. وزي ما قلت لك يعني الأميبا عامة هي مش عايزة تأذيك، هي كل همها إنها تاكل. فهي هتمشي في تجويف الأنف ده تتغذى على البكتيريا اللي هي غذائها الأساسي، لحد ما توصل لحاجة اسمها العصب الشمي، الولفاكتوري نيرف. وهنا بقى هتبدأ المشاكل. انت عارف ان العصب الشمي ده يعتبر طريق مباشر الى المخ، فالأميبا طبعا هتاخد الطريق ده وتوصل للمخ. وهناك في المكان الجديد اللي هي فيه مفيش أي بكتيريا كافية عشان تتغذى عليها، فالأميبا يعني للأسف هتضطر مجبورة تعمل ايه؟ تاكل المخ يا عم الأميبا. أيوة طبعا هتاكل مخ، أمال عايزة تموت من الجوع ولا إيه؟ بس هي مش هتاكل المخ يعني بالمعنى الحرفي، هي كل اللي بتعمله إنها بتفرز إنزيمات هاضمة، وده بيزود الخلية يعني وبيخليها قادرة تتغذى على البروتينات والدهون اللي موجودة جواها. يعني بتاكل المخ يعني، بس مش بالمعنى الحرفي أكيد. وطبعا يا بشري المخ كائن ضعيف ما يقدرش يدافع عن نفسه، فهيبقى فريسة سهلة يعني في إيد النكلة. بس مش فريسة سهلة قوي. دلوقتي المخ بيتم مهاجمته. مين مش هيسكت على الموضوع ده؟ الحكومة يا عم الأميبا. بص، هو انت لو قصدك يعني بالحكومة كرات الدم البيضاء فانت كده زي الفل. طبعا كرات الدم البيضاء هتوصل لمكان المعركة، هتحاول تعمل اللي تقدر عليه، سواء مثلا انها تحاول تبلع النجليريا نفسها او تحاول تقضي عليها بالالتهاب. بس النجليريا خصم مش سهل، النجليريا اصلا عشان توصل للمكان ده مرت بحروب كتيرة، وطبعا كسبت كل واحدة منهم. فللأسف نتيجة المعركة دي محسومة، مش عشان الجهاز المناعي ضعيف، لأ، عشان المكان اللي بتقوم فيه المعركة مكان ما ينفعش تعمل فيه حرب كبيرة. يعني بغض النظر عن ان الالتهاب اللي بتعمله كرات الدم البيضاء بيقتل الخلايا نفسها اكتر ما بيقتل النجليريا فوري، فسرعة تكاثر النجليريا فوري رهيبة. هتبدأ تظهر الأعراض، والأعراض بتكون صداع شديد، درجة حرارة عالية، وحتى ممكن توصل لهلوسة. وللأسف المرض بيتطور بسرعة والمريض بيموت في خلال من 3 ل 7 أيام. يا عم الأميبا ده الموضوع طلع كبير قوي. لا لا، ما تخافش خالص، يعني خليني أطمنك تاني. يعني بغض النظر إن نسبة الوفاة بتكون من 95 ل 97% وممكن أكتر كمان، إلا إن نسبة الإصابة بيها صغيرة جدا يعني أنت ممكن نسبة إن أنت تتصاب بصعقة من البرق هتبقى أكتر من إن أنت يجيلك النجليريا فوري مثلا. وإيه بس كده يا بشري، دي نهاية رحلتنا النهاردة. طبعا مش هفكرك إن أنت تعمل سبسكرايب، دي بقت حاجة بديهية يعني بينا وبين بعضينا، مش محتاجة يعني. عمك الأميبا ينصرف.